فخري أبو دياب ناشط مقدسي وباحث في شؤون القدس، ومقدسي من المقدسيين المضطهدين من الاحتلال. نعم، يعني نتيجة أن أولا وجود الاحتلال، وللأسف الاحتلال يهود القدس. هناك برامج ومشاريع مخططات لمسح الهوية العربية الإسلامية في مدينة القدس، والأمة في غياب نائمة لا تقوم بما يجب عليها القيام تجاه القدس ونصرة القدس وإبعاد هذا الخطر الذي سيؤدي إلى مسح الذاكرة العربية والإسلامية في مدينة القدس وتاج القدس وهو المسجد الأقصى. ولذلك يعني نعمل على إعادة قضية القدس إلى عقول وأذهان الأمة، لتعي الأمة أن عليها واجب، يجب أن يعود وأن تعود قضية القدس إلى صدارة أولويات الأمة. وأظن أن هذا ما نعمل عليه، أي إعادة القدس إلى الأجندة اليومية للأمة العربية والإسلامية. أظن أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تغيير هوية القدس، تغيير هذه المدينة من عربية إسلامية إلى مدينة مهودة، يعتمد الاحتلال في أساليبه بالتدرج على تغيير هوية القدس على هذا النوم، إنجازت التسمية، على عدم وجود ردة فعل. الاحتلال دائما إذا كان هناك من يوقفه عند يعني حده فلا يستطيع الاستمرار في برامج التهويد. ولكن ردة فعل الأمة وتناسيها نصرة القدس والمسجد الأقصى هو المصيبة التي أدت كأنه ضوء أخضر للاحتلال بأن يستمر بما يقوم به من تهويد الأرض، من هدم وطرد وتغيير المعالم وتهويد المسجد الأقصى وهو الأهم. ولذلك أظن أن استمرار الاحتلال في مشاريعه نتيجة صمت الأمة عما يدور داخل فلسطين وتحديدا القدس. وحقيقة يعني هذا مؤلم، عدم شعور الأمة مع جزء من هذه الأمة، وخاصة ما حدث في 7 أكتوبر 2023 مع غزة، وما يحدث أيضا بعد ذلك في القدس وفي فلسطين بشكل عام. عدم وجود حقيقة، وكأن الأمة نسيت أن هناك جزء مهم من هذه الأمة هو في فلسطين. ولذلك استباح الاحتلال، استباحت إسرائيل الدم العربي الإسلامي في غزة وفي فلسطين، وهي تقوم بما تقوم به. ولذلك أمن الاحتلال العقوبة من المجتمع الدولي بشكل عام وتحديدا من الأمة. ولذلك يعني أكثر ما آلمنا في فلسطين وأهل غزة أنهم أصبحوا لوحدهم أمام هذا الغول الاحتلالي الإسرائيلي، وأن الأمة فقط تسمع وكأنها تحضر أفلام ومسلسلات. ولذلك الأمة هي جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو يجب أن يتداعى له باقي الجسد. ولكن للأسف وجدنا أن هذا الجسد هو انفصل عن الأمة، والأمة أرادت أن ينفصل، ولذلك هذه المعاناة. أتمنى أن يزول الصدأ الذي اعترى قلوب الأمة لتعي أن جزءا من جسدها، من أمتها يباد، وكل ما يقام يعني تقوم به إسرائيل من جرائم وهم في غياب. وأظن أن يعني هذا مؤلم. أتمنى أن تصحو الأمة قبل أن تبيد إسرائيل كل الشعب الفلسطيني. نعم، أولا القدس هي تاج فلسطين، وربما تاج الأمة العربية الآن وتاج المنطقة، ولأهمية وجود المسجد الأقصى فيها. والقدس هي الرأس وربما يعني القلب بالنسبة لفلسطين، ومحيطها هو باقي الأعضاء. ولذلك يعني ليس هناك اختلاف. الاحتلال عندما قام بما يقوم به بغزة هو أراد أن يزيل الموانع التي تمنع الاحتلال من تهويد المسجد الأقصى والقدس. لذلك يعني عدم الاهتمام في غزة والاهتمام فقط بالقدس أو العكس ويؤدي إلى بتر أعضاء الجسم الفلسطيني. فالاحتلال لماذا أباد غزة؟ لأن غزة كان بها مجموعات معينة أو أناس يمنعون الاحتلال بالتمادي في تهويد القدس. لذلك يجب أن يعلم الجميع أن فلسطين هي كل فلسطين هي الحامية، وهي خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك. والاحتلال عندما يقوم بتقليل هذه أو إبادة خطوط الدفاع ويستطيع الوصول إلى قلب فلسطين وهي المسجد الأقصى. ولذلك يجب على أهلنا في تركيا والأمة بشكل عام أن تعي تماما أن الاحتلال هو عمل على تجزئة فلسطين ليستطيع الوصول إلى تاج فلسطين وهو المسجد الأقصى. ولذلك يجب أن لا يكون هناك تمييز بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في فلسطين، لأن من يفرط في أي جزء من فلسطين سيفرط في النهاية في القدس وفي المسجد الأقصى. حقيقة نحن كفلسطينيين وتحديدا في القدس نعتبر أنفسنا جزءا من هذا الشعب العظيم، الشعب التركي، ونحمل
أهلنا في تركيا مسؤولية ما يدور في فلسطين، لأننا كنا ويعني فترات طويلة مئات السنين حيث نهضتنا وعزتنا بالإسلام، وأيضا كانت في الفترات التي تواجد فيها العثمانيين في مدينة القدس. ولذلك نسأل الله أن يعود أهلنا في تركيا على ما كانت قبل سنوات في فترة عزنا وفي فترة نهضتنا أيام العثمانيين، وأن يعلموا أن كل السلاطين العثمانيين اهتموا بالقدس، وهذه الآثار الموجودة بالقدس هي تدلل على اهتمامهم بمدينة القدس وبالمسجد الأقصى، فليعودوا كما كانوا سابقا، لأننا نعي تماما أنهم هم الظهر والسند الحقيقي لنا كفلسطينيين. أسأل الله أن تتوجه البوصلة من تركيا لنصرة القدس والمسجد الأقصى. نعم، أولا هذا يعبر عن مشاعر كل تركي وكل حتى مسلم بأنه أن يكون في القدس وأن يكون حاميا لها. ولكن عندما رد عليه ما يسمى بإسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي بهذا الرد، لأن إسرائيل تعودت ردات الفعل من الأمة العربية والإسلامية فقط ردات فعل، أقوال وجمل لا تسمن ولا تغني من جوع، لذلك عليهم أن يروا فعل. فإذا يعني أردت الدول الإسلامية وتركيا أنها ستفعل ما تقول، لن يستطيع هذا ولن يجرؤ على الرد كما رد.